ما شفت يوم حلو بحياتي. تجوزت وأنا عمري 13 سنة، لسه يا دوب كنت وعيانة على الدنيا، ما بعرف شي فيها. كانت جوازتي مع سكنة ببيت الأحمى. حماتي كانت معمرة غرفة لجوزي وجوزته فيها. من تاني يوم العرس نزلتني لعندها وقالت لي شوفي لقلك بدك تتعودي من هلا، كل يوم الصبح بتفيقي بتغسلي وبتحملي حالك وبتنزلي لعندي، بنفطر سوا وبنتغدى سوا، وطول نهارك بتقضي عنا، والمساء بتطلعي بس بتنامي ببيتك. وعلى هالسيستم عشت كل حياتي معاها مثل الخدامة، انزل اركض بفطور وبغدا وبعشاء وبضيوف، وبتعرفوا بيت العيلة ضيوفه كتار، وعندي بنات احمى كتار مع اولادهم، وكانوا يجوا روس وبلاروس وانا اقعد اركض بهالطجق كله. هلكت وانهت حيلي وكبروا اولادي، صرت اتمنى في الصبح كون مشتهية طبخة واطبخها على كيفي، صرت اتمنى يكون عندي مطبخ فوت عليه اغلي فنجان القهوة واقعد لحالي بصالوني واشربه بدون ضوجة ولوجة وبدون ما حدا يتأمر علي. ما كان إلي رأي وما كان حدا يسمع كلامي، وزوجي كان نفس الشي. حماتي تعامله كأنه رجل كرسي بالبيت، وهي الآمر الناهي علينا من الكبير للصغير. الحمد لله أولادي كبروا، 5 أولاد ربيتهم بدموع عيوني، طلعوا دكاترة ومهندسين، وبعد ما كبروا عزوني ودللوني واشتروا لي بيت بأرقى مناطق الشام، ومو منقصين علي الوتكة. بس شو فايدة هذا كله إذا أحلى أيام حياتي راحت بالقهر والزعل والتعتير؟ أحلى أيام حياتي ما تهنيت فيه.